مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نشرتنا الإخبارية. نبدأ تفاصيل هذه النشرة من العاصمة الرباط، حيث تتواصل على قدم وساق أشغال إعادة بناء مركب مولاي عبد الله في إطار الاستعدادات المغربية لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. مركب رياضي بمواصفات عالمية يجمع بين الحداثة والابتكار، ويعد من بين أبرز المشاريع التي تراهن عليها المملكة لتعزيز بنيتها التحتية للرياضية ورفع جاهزيتها التنظيمية على المستوى القاري والدولي. مركب مولاي عبد الله بالرباط لم يعد كما عهدناه، فبعد أن ظل لسنوات معلمة رياضية بارزة يخضع اليوم لعملية إعادة بناء شاملة انطلقت منذ صيف 2023. المشروع الجديد الذي أوكل تصميمه إلى مكاتب هندسية عالمية من بينها بوبولوس يطمح إلى تشييد ملعب حديث يتسع لما يزيد عن 68 ألف متفرج بمواصفات تقنية رفيعة وشروط تستجيب لأعلى المعايير الدولية. وبحسب المعطيات التي توصلنا بها فإن نسبة تقدم الأشغال بلغت مراحل متقدمة. الهيكل الحديدي للسقف بات في مكانه، والواجهات بدأت تأخذ شكلها النهائي، فيما تتواصل أعمال تثبيت المقاعد وإنهاء مرافق الضيافة والمرافق التقنية المرافقة. يرتقب وفقا للجدولة الرسمية أن يتم تسليم المشروع بالكامل قبل نهاية صيف 2025، أي قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس إفريقيا للأمم التي يعول عليها المغرب لإبراز قدراته التنظيمية واللوجستية. جدير بالذكر أن حريقا طفيفا اندلع قبل أسابيع خلال أشغال اللحام في أحد المدرجات تسبب في تلفي عدد محدود من المقاعد البلاستيكية، إلا أن فرق السلامة تدخلت في الحين وتمت السيطرة على الوضع بسرعة دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على سير الأشغال. ولا يقتصر المشروع على الملعب فقط، بل يشمل مرافق رياضية متعددة من بينها صالة مغطاة، مسبح أولمبي، ملاعب تدريب، وموقف سيارات ضخم يسع ل5,000 مركبة، إلى جانب الربط المباشر مع شبكة الترامواي والبنية التحتية المجاورة في انسجام تام مع رؤية العاصمة الرباط كمدينة ذكية مستدامة. هذا المشروع الذي يدخل ضمن الرؤية الملكية لتأهيل البنية الرياضية يأتي أيضا استعدادا مشتركا لتنظيم مونديال 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ويرتقب أن يحتضن ملعب مولاي عبد الله واحدة من المباريات النهائية في مشهدية تاريخية تعكس طموح المغرب نحو العالمية. وفي تصريح رسمي أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع أن الأشغال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن الرباط ستكون جاهزة لاحتضان أكبر الأحداث الرياضية في موعدها المحدد وبمواصفات تضاهي كبريات الملاعب العالمية. إذن مشاهدينا، نحن أمام مشروع طموح لا يمثل فقط بنية رياضية متطورة، بل تجسيدا فعليا للرؤية المغربية الحديثة التي تدمج بين التنمية الحضرية والبعد الثقافي والرياضي والسياحي. الرباط تتهيأ اليوم لتكون من جديد عاصمة للرياضة الإفريقية ووجهة لتنظيم أضخم التظاهرات الكروية العالمية. نترككم مع هذه الصور الحصرية من سير الأشغال، ونواصل بعد قليل باقي فقرات النشرة.